ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. يلا بينا النهارده عامله لكم فيديو حلو جدا 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 ومفيد جدا للعرايس، سواء انت عروسه بتجهزي او لسه هتجهزي او جهزتي اوريدي وفرحك قرب ولسه ناقصك بس شويه حاجات. عامله لكم النهارده فيديو، في بنوته طلبت مني ان انا اعمل الفيديو ده فحبيت ان انا اعمله عشان يفيدكم كلكم. بس هقول لكم النهارده في الفيديو الحاجات الاساسيه للعروسه بتجيبها، مش هقول اي رفاهيات خالص خالص خالص. الرفاهيات دي بقى ايه؟ انتوا بتجيبوها من نفسكم. فانتي هاتي ورقه وقلم واقعدي كده تابعي الفيديو معايا وشوفي جبت الحاجات دي اعملي عليها صح، ما جبتهاش اعملي عليها كروس. مش هقول بالاعداد او هقول بالاعداد اللي هي اقل حاجه خالص، وانتي طبعا انتي وراحتك تجيبي اللي انتي عاوزاه بالعدد اللي انتي عاوزاه. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو على طول. بصوا، اول حاجه هتجيبيها هي البرائع والسجاد. تمام، البرائع والسجاد مش هقدر اقول لكم فيها حاجه لان انت بتجيبيها على حسب الشقه اللي انت هتتجوزي فيها وعلى حسب ذوقك انت. خلاص، ففي ناس بتجيب كل البرائع والسجاد بتاعت الشقه كلها، وفي ناس بيسيبوا اوضه للعريس هو اللي يجيبها، اللي هي السجاده والبرائع بتاعت اوضه واحده بس في الشقه العريس اللي بيجيب. تمام، تاني حاجه بتجيبيها هي المراتب بتاعت الاوضتين، يعني 3 مراتب، 2 للاطفال وواحده للسرير الكبير. تالت حاجة ندخل بقى على قسم المفروشات على طول. هتجيبي ايه في قسم المفروشات؟ اول حاجة بنجيبها الملايات. هتكلم معاكم في الملايات بتاعت اوضة النوم الاول. انا رأيي بصراحة بعد خبرة 6 سنين، لا كتري في الملايات بتاعت اوضة النوم شوية، يعني ممكن تجيبيهم 10. تمام، حلوين جدا جدا جدا، بس يا بنات ما تقولوش على 10 لان الملايات من الحاجات المستهلكة جدا في الجواز. تمام، هاتي 10 حلوين جدا جدا لأوضة النوم. لكن لأوضة الأطفال تقدري ان انت تجيبي 3 بس، ال3 بيبقوا ملايتين، يعني 3 طقمات ملايات هيبقوا 2 لكل سرير، واحدة يبقوا في الآخر 6 ملايات. هاتي 3 بس حلوين جدا جدا. وأفضل بصراحة ان انت مثلا تجيبي سادة ومشجر، بس كتري من السادة لأن السادة هي اللي طالعة الوقت شيك، لكن الألوان والألعاب والحاجات دي ما عادتش طالعة موضة دلوقتي. تمام، أنا بجيب لكم ايه؟ أسرار الجواز. تالت حاجة الدفايات. هنجيب الدفايات اللي هي الدفاية اللي بتفرشيها على الملايات، ما تنساهاش لان انا برضو من البنات اللي نسيت الدفايات دي في جوازي. فما تنسيش الدفايات، هاتي لكل سرير 2. بصراحة انا رأيي ان انتي هتشيلي واحدة وهتحطي واحدة مكانها، فهاتي لكل سرير 2 كفاية قوي 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 بصراحة. هنجيب البطاطين. انا رأيي بصراحة ان البطاطين هنجيب 3 بس، ما نكترش بطاطين، ملهاش اي 60 لازمه، لان احنا لسه هنجيب المفرش القطيفه او اللي هو المفرش الفايبر. تمام، المفرش الفايبر. فهاتي 3 بطاطين بس حلوين جدا جدا جدا، باحجام بقى مختلفه بمقاسات مختلفه، بس ما تقليش في البطاطين، يعني ما تروحيش تجيبي البطانيه اللي هي التقيله قوي 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 لان بتخنق ومش هتريحك في النوم. فحاولي ان انت تجيبي ايه متوسط كده، لان على فكره خلي بالكم يا بنات اللحاف الفايبر لو انت جبتيه حلو هيغنيكي عن البطاطين شويه. انا لحد الان ما بنامش ببطاطين، ما بستعملش بطاطين خالص غير لو الجو سقع بقى بضطر ان انا اخد بطانيه خفيفه استعملها على اللحاف، بس اللحاف الفايبر فايدني جدا بصراحه. بس هنجيب 3 بطاطين لكل سرير بطانية، وهاتي بطانية واحدة خفيفة قوي 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 او مفرش تقيل شوية اللي هو المفرش القطيفة التقيل ده لأوضة الليفينج او الصالة او الانتريه، الحتة اللي انت هتقعدي فيها قدام الشاشة. هتحتاجيها جدا 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 عشان ما تخرجيش من فرش الأوضة في الصالة. تمام، فهاتي بطانية واحدة قوي خفيفة قوي قوي، يعني هاتيها بصراحة حلوة وهتفيدك في الصالة. تالت حاجة هو اللحاف الفايبر اللي لسه قايله لكم عليه. اللحاف الفايبر يا بنات انا شايفه ان هو من الحاجات المهمه جدا والحاجات الاساسيه قوي 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 في الشتاء. هاتي لحاف فايبر حلو، ادفعي فيه فلوس، استثمري فلوسك بصراحه في اللحاف الفايبر، جميل وبيدفي وفي نفس الوقت هو مش تقيل ومش هيخنقك في النوم. تمام، وبيبقى حلو جدا للاطفال. فهاتي اللحاف الفايبر سواء لاوضه النوم او لاوضه الاطفال، ادفعي فيه فلوس بصراحة. ده بالنسبة للحاف الفايبر. هنيجي بقى ايه لمفرش العروسة. مفرش العروسة في بنات بتتفق عليه وفي بنات بتختلف عليه. بصراحة اقول لكم على حاجة، انا من البنات اللي بحبه جدا مفرش العروسة ده. هتقولوا لي ليه؟ هو مش عملي، هو فعلا مش عملي ومش هنستعمله كتير، بس انا شايفة ان مفرش العروسة ده حاجة موجودة عندي في دولابي متعانة ليا في أي مناسبة هتجيلي أو أي حاجة كبيرة هتحصل في شقتي، أنا أقدر أطلع الطقم النظيف الغالي الحلو ده أفرش بيه الأوضة تتحول معايا 180 درجة.
تمام. فأنا شايفة إن هو مناسبة إن أنتِ هيبقى عندِك قطعة حلوة شكلها قيّم محطوطة في دولابِك للمناسبات المهمة، مثلًا ولدتِ وعملتِ أسبوع، أي مناسبة عندِك، تمام. فأنا بصراحة شايفة إن مفرش العروسة حلو ومهم وبنجيبه بصراحة، وشايفة برضه إن أنتِ تجيبيه شكله حلو وشيك، بس ما تدفعيش فيه فلوس كتير. في مفارش عروسة دلوقتي بتوصل ل10.000 جنيه، لأ ما تجيبيش المفرش أبو 10.000 جنيه ده، لأ. ممكن، أنا بصراحة مش عارفة الأسعار إيه دلوقتي، بس هاتيه شكله شيك مش أكتر، تمام. في ناس بتستبدله بالكوفرتات، عايزة بقى تستبدلي بالكوفرتة، عايزة تجيبيه مفرش العروسة في منه وما تجيبيهوش ألوان، أنا مش مع إن أنتِ تجيبي مفرش العروسة ألوان، يا سكري يا أبيض، تمام. ده اللي هيليق على الأوضة وهيخلي شكل الأوضة بتاعتِك شيك. أنا من رأيي ما تجيبيش مفرش العروسة ألوان، هاتيه سكري وأبيض، وحدي اللون، تمام. بس ده بالنسبة لمفرش العروسة. عايزة بقى تجيبي انتِ الكوفرتة هاتيها انتِ وراحتِك، كل بنوتة وذوقها عادي بيختلف ايه في بيتها. تالت حاجة هي اللطقم القطيفة، أنا طبعًا كاتباهم في ورقة علشان ما انساش. اللطقم القطيفة، في بنات بتجيب بال10 طقومة قطيفة، أنا شايفة إن طقم القطيفة ده أصلًا ما لوش أي ستين لازمة. أنا جبت في جوازي 3 لكل سرير واحد، لحد الآن أنا ما استعملتهمش، والله العظيم لحد الآن أنا ما استعملتهمش. مش شايفاه بصراحة إن هو مهم إن إحنا نجيبه، بس عادي هو من الحاجات اللي بيقولوا أساسية، فلو عايزة تجيبيه هاتي لكل سرير واحد وخلاص، تمام. مفرش بقى السفرة والنيش بتاعة الشقة، هتجيبي مفرش سفرة حلو بصراحة وقايم، لو انتِ السفرة بتاعتِك كبيرة وحلوة هاتي له مفرش حلو كده، وللنيش برضه هو بييجي طقم على بعضه، ده مهم حلو هاتيه. ومفارش الأنتريه والركن يا بنات، والتسريحة والكومودينو، هتجيبي طبعًا وأنتِ بتجيبي مع مفارش السفرة، هاتي مفارش للكومودينو لكل الكومودينوهات اللي في البيت بتاعة الأوض كلها، والتسريحة ما تنسيش مفرش التسريحة مهم برضه حلو. ومفارش الأنتريه والركنة، شوفي بقى أنتِ هتعملي ركنة والّا أنتريه، هاتي لها مفرش أو 2، أنا بصراحة مع إن أنتِ تجيبي 2، ما تنسيهمش لإن أنا واحدة زيكم أنا نسيت. اللي هو الغيار بتاع الأنتريه أو الغيار بتاع الركنة مهم جدًا، جدًا يا بنات، وهاتوه، لو تقدري تجيبي 2 هاتي 2، لو تقدري 1 برضه اللي أنتِ عاوزاه، لو تقدري تكتري اللي أنتِ عاوزاه، أنا مش باقول لكم أعداد، هاتي على حسب الميزانية اللي معاكِ. ندخل بقى على الفوط. الفوط أنا شايفة إن الفوط دي من الحاجات المهمة جدًا، جدًا. في ناس بتقول لأ ما تكتروش في الفوط، ما هنجيب بعد ما نتجوز وكده، لأ يا جماعة أنا مش مع الرأي ده خالص، أنا شايفة إن الفوط حاجات أساسية وعملية وبتستهلك بسرعة وبتبوظ بسرعة، وحاجات أساسية في البيت الفوط دي، كتروا منها يا بنات. عايزين يعني أنا مش هاقول لكم مثلًا عدد معين، بس كتري من الفوط بس ما تروحيش تكتري من فوط الأطفال، كتري من الفوط بتاعة أوضة النوم اللي هي الفوط الكبيرة الواسعة اللي هتستخدميها في الاستخدام اليومي في حياتِك، تمام. لأ كتروا منها. هنيجي للبشكير، البشكير والبورنوس. البشكير هاتي لِك واحد بس كفاية جدًا، جدًا ليكِ، هاتي لِك واحد أنتِ بس، اللي هي الفوطة الكبيرة الواسعة، هاتي لِك واحد بس، ده لأول الجواز وكده. والبورنوس هاتي مثلًا، أنا بصراحة من الناس اللي مش باحب البورنوس ومش شايفاها حاجة مهمة، بس في ناس بتجيبها، أنا بصراحة جبتها بس ما استعملتوش بصراحة ومش شايفة إن هو مهم. ممكن يبقى مهم بعد فترة مثلًا من الجواز لمّا الولاد بيبدؤوا يكبروا وكده، بس لحد الآن بصراحة أنا شايفة إن البورنوس مش مهم، فمش لو مش عايزة تجيبيه ما تجيبيهوش عادي، ما هوش حاجة مهمة يعني. هنيجي بقى لكفر المرتبة. كفر المرتبة ده من أهم الحاجات يا بنات اللي انتوا تجيبوها، ما تنسوهاش برضه لإن أنا نسيتها. فهاتي كفر المرتبة، هاتي لل3 مراتب كفرات، حتى لو المرتبة بتاعتِك قطن، هاتي لها برضه كفر اللي هو الwater proof اللي هو ما بيسربش المَيّة، تمام. لإن بعد كده أنتِ هتخلفي، أطفالِك هيبقوا معاكِ وأنتِ بقى بتأكليهم وبتغيّري البامبر أنتم فاهمين. فهاتي cover للمرتبة عشان يحافظ لِك على المرتبة، مهم جدًا، هاتوا 3 لكل مرتبة. هاتي سجادتين صلاة، سجادتين صلاة برضه مهمين، ده بالنسبة للمفروشات. بس كده، دي الحاجات الأساسية في المفروشات، اللي هو أنتِ لو اتجوزتِ بالحاجات دي بس، أنا شايفة إن أنتِ كده في الأمان ما انتيش في الضياع، مش ناقصِك أي حاجة. في ناس بقى بتزوّد، وفي ناس عندها رفاهيات أكتر وبتجيب حاجات أكتر، فأنتِ براحتِك، أنتِ حرة، عايزة تزوّدي عايزة تنقّصي اللي أنتِ عاوزاه، بس أنا قُلت لكم بس على الحاجات الأساسية، ممكن يكون ناقص حاجات كتير أنتم شايفينها، بس أنا جِبت الأساسي أوي، ما جِبتش الحاجات اللي هي الرفاهية اللي هي الدلع اللي إحنا بنقعد نجيبها في الجواز دي، أنا قُلت لكم على الحاجات الأساسية. بُصّوا، أنا هاقول لكم الفيديو دوّة اسمه المفروشات، عشان بس وقت الفيديو معايا ما يطولش، وهاعمل لكم فيديوهات تانية إن شاء الله ببقية الحاجات اللي بنجيبها في البيت، اللي هي التسريحة، الmakeup اللي بتجيبيه في جهازِك، حاجة النيش،
كده، فاهمين؟ بقية الحاجات أو حاجة الدولاب اللي هي هدومِك أنتِ. فالفيديو ده بس هيكون بروشات. استنوا مني فيديو جديد إن شاء الله، استنوا مني بقية الفيديوهات إن شاء الله عن بقية الجهاز بتاع العروسة. أشوفكم على خير. لو عجبكم الفيديو اضغطوا له لايك واشتركوا في القناة. مع السلامة.